السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم كيفاش نصايبوا حلوة السبولة. يعني حاطه معكم في القناة العجين، حاطه العقدة يعني الكعبة. دابا غادا نشارك معكم كيفاش نوجدوا السبولة. هنا كيف ما العادة درنا واحد الكويرات، كل كويرة فيها 16 غرام، ودرتها هكا على شكل حربول. غادا ندوزها، غادا نحطها هكا في الورقه انا هنا راه دوزتها غير بالدلاك. يعني من الاحسن تستعملوا الاله ديال التوريق. هنا طريقه راها باينه، كنحاول نضغط على الجوانب جيدا وكنقوس هذا الشكل، المهم على شكل بحال نصف دائره. كنسدها من الجنيبات ونضغط باش ما يبقاش ليا الهواء. ضروري نتاكدوا ان الهواء ما كايناش، وكنقطع هكا. المهم هذا هو الشكل، كنحاولوا نشدو هكا من الجوانب. ضروري تسطحوها، يعني خصها تجي مسطحه، ماشي العقده تجي عاليه، يعني باش نلقاو فين نديرو النقشه. هنا غادا نقشها بالمنقاش. المنقاش يكون ضروري مقوس، يعني بحال هذا الشكل. انا راه غير عادي وتنيتو من جنيبات، وهكا كنشد هكا بالمنقاش. يعني كنحاول نشد في العقده وكذلك العجين. هنا غادا ندورها الجانب الاخر، يعني غادا ندير المقابل ديال هذوك النقشات على شكل سبوله. وهذا هو الشكل ديالها، راها ساهله وكتجي المنظر ديالها راقي رغم انها سهله في الخدمه. يعني نحاولوا نقوسوها هكا ولا تخليوها عاديه. المهم انا فضلت ندير هذا الشكل. يعني حلويات اللوز راها ساهله. بزاف ديال الاخوات يعني كيتخوفوا من شكيلات ديال حلويات اللوز. هنا نعاود معكم وحده، يعني غير للتوضيح، راه قريبه في الخدمه ديال الكعبه غير هي. هنا يعني كنحاولوا نضغطوا وفي نفس الوقت كنخرج الهواء وكنسطح العجينه. يعني طريقتها راها سهله. العجين نحاولوا ما نرقوهاش بزاف، الا رققناها ما غاديش يجيونا دوك الزواقات ديال السبوله. يعني كنحاول نخرج الهواء باش ما تخسرش، وهكا كنشدوها يعني من الجوانب باش كتعطينا داك الشكل زوين. يعني راه غير من عجين وحده وعقده وحده تخرجوا بزاف ديال الشكيلات بلا مرشم. يعني هنا راه بلا ما كنحتاجوا المراشم. يعني كاين شكيلات راقين ديال حلويات اللوز ومعروفين. هنا حاولوا ضغطوا جيدا باش ما تحلش العجينه من اللي نطيبوها. هكا نقاد الجوانب. كيف ما قلنا ممكن تخليوها على شكل طولي وتنقشوها حتى هي راه كتجي زوينه. هنا نعاود معاكم، يعني المنقاش راه ماشي جاي بحال ديال الكعبه. انا راه غير ضغطت عليه بحال هكا من الجوانب، غير تنيته. واللي كيبيع مستلزمات الحلويات راه عندهم هاد المنقاش خاص بهاد السبوله. نعاودوا وحده اخرى. وهنايا مره وكنديروا في الدقيق باش ما كيبقاش يلصق ليا فيه العقده، لان راه كيقيس العقده فاش كان هكا نقشوه. هنا بغيتو يعني تقربوهم من بعضهم، يعني فاش يعني وحده شاده حدا وحده ونقادوهم. طريقه سهله وممتعه في نفس الوقت. هنا حاولوا بينوا هذوك النقيشات مزيان باش ملي نديروها الطيب يبقاو باينين. المهم هذه هي الطريقه. هنايا خلات شكيلات خليتهم كاملين. هنا درت من عجين وحده درت بزاف ديال الشكيلات، خليتهم باتوا ليله كامله حتى نشفوا باش ما كيتنفخوش في الفران. هنايا ذوبت الزبده، يعني ذوبتها مزيان حتى ولات نوازيت، كتعطيهم واحد اللوين زوين، وكذلك المذاق. ودهنتهم كاملين. يعني هاد العمليه راها يعني مزيانه، كتخليه يجي عندهم المذاق زوين وكذلك كيجيو رطبين. يعني كنديروها الحلويات اللوز كاملين. كاين اللي كيدهن بالبيض، انا هنا كنفضل غير الزبده ندوبها وندهن بها شكيلات اللي عندي. هنا صيبت كعب الغزال، يعني اللي منقوش والعادي. وهنا هاد الكموسه
حتى هي راني دايره ليها فيديو خاص. غادا ندهنهم جيدا وندخلهم الفرن، يعني النار تكون مهيله ما تكونش مجهده. يعني حلويات اللوز كامله ما كتبغيش يعني تاخد طياب بزاف وما تبغيش درجه الحراره، يعني تكون النار مهيله. حتى الا كان الفران سخون نحاولوا يعني نخليوه مفتوح من واحد الجهه باش كيطيبوا مقادين. وهنايا من بعد ما طابوا يعني تقريبا خداو لي واحد 10 ديال الدقائق، دهنتهم بالناباج كيجي شكيل ديالهم هكا. يعني راها طريقه سهله بلا ما نخافوا يعني من حلويات اللوز. يعني الكوموندات ديالهم راه تيكونوا ساهلين. نتمنى الطريقه اللي شاركتها معكم تعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.